لكل جمهور النادي الاهلي، عشان نوصل اللايف ده لكل جمهور النادي الاهلي. نبتدي الاول ب عودة كريم الدبيس ويحيى عطية الله. عودة كريم الدبيس ويحيى عطية الله للنادي الأهلي في مباراة الأهلي وفاركو اللي جاية إن شاء الله رب العالمين. كده تقدر تقول للنادي الأهلي مكتمل الصفوف، تقدر تقول النادي الأهلي مكتمل الصفوف. يعني عندك في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلبين دفاع ممكن بقى نشوف اشرف داري، مصطفى العيش، ياسر ابراهيم. الثلاثه مش هيختلفوا، اتنين منهم هيلعبوا. نشوف محمد هاني في مركز الباك اليمين، نشوف في مركز الباك الشمال اعتقد ان هيكون يحيى عطية الله هيبدا المباراه. من وجهه نظري يعني ان يحيى عطية الله هيبدا المباراه، وهيكون كريم الدبيس واحمد نبيل كوكا على دكه البدلاء. هيكون ثلاثه في نص الملعب، مروان عطيه وامام عاشور، وممكن كمان يبدأ بأكرم توفيق حسب ما بدأ أول مباراة. ممكن يبدأ بأكرم توفيق أو عمرو السولية. طبعا محمد طاهر هيكون في مركز الجناح اليمين، واشرف بن شرقي هيكون في مركز الجناح الشمال، وهيكون بقى جردشار بادئ المباراه او وسام ابو علي هيكون بادئ المباراه. معلول مش يحيى عطية الله، يا ريت معلول، ولكن هي بقى الناس مش عارف. في حاجات برضو يا جماعه الناس بتبقى شايفاها احنا مش شايفينها. يعني مش معقوله برضو، معلش عايز اقول وجهه نظر يا جماعه، عايز اقول وجهه نظر في قصه علي معلول. يعني مش معقوله مثلا مستر كولر كان شايف ان علي معلول يقدر يلعب وما لعبوش، تمام. مش معقول مثلا ان كابتن عماد النحاس كمان وجهة نظره زي وجهة نظر مستر كولر. اكيد هم الصح، ولكن برضو انا شايف من وجهة نظري ان معلول لازم ياخد ربع ساعة، لازم ياخد ربع ساعة يا جماعة. علي معلول لو برجل واحدة افضل من اي ظهير ايسر موجود في الكرة المصرية كلها. علي معلول لو برجل واحدة يعني انت علي معلول ده يا جماعه امكانيات كبيره جدا، امكانيات جباره. يعني علي معلول هيصعبها على اللي هيجي بعده. علي معلول برجل واحده يا جماعه افضل من اي باك شمال في الكره المصريه كلها. علي معلول برجل واحده بس افضل من اي باك شمال في الكره المصريه كلها. ده بالنسبه لعلي معلول وعوده يحيى عطية الله وكريم الدبيس اللي فيه تنافس كبير جدا عشان يعودوا او يبداوا المباراه اساسي. عودة جباسكي أو محمد أبو جبل، عودة محمد أبو جبل لنادي الزمالك مرة تانية. كل الأخبار بتؤكد في نادي الزمالك إن محمد أبو جبل بنسبة 90% راجع النادي. محمد أبو جبل يا جماعة كل الأخبار بتؤكد في نادي الزمالك إن خلاص نادي الزمالك أتم اتفاقه لعودة محمد أبو جبل او جباسكي لنادي الزمالك مره تانية. اخويا وحبيبي عبد المجيد راجح بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من قلب صنعاء من اليمن. تعظيم سلام لاخويا وحبيبي. الاستاذه هبه عرفان بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فعلا كريم نيدفيد رافض يروح في صفقه تبادليه او ياخد الاستغناء؟ لا ما عنديش معلومه. المعلومه اللي عندي ان كريم نيدفيد ما فيش اي مشكله فيه. اختي وصديقتي الغاليه هبه، يا ريت كل الناس اللي موجوده معانا في اللايف يا جماعه تدوس على القلب الاحمر اللي على الشمال عشان نوصل اللايف ده لكل جمهور النادي الاهلي. يبقى كده عودة محمد أبو جبل لنادي الزمالك مرة تانية بنسبة كبيرة جدا. هنشوف محمد أبو جبل لاعبا أو حارس مرمى من تاني في نادي الزمالك. قلت لك أنا من حوالي 3 أو 4 أيام إن نادي الزمالك بيتفاوض مع باتريس بوميل. باتريس بوميل اللي هو المدير الفني لنادي مولودية وهران الجزائري، المدير الفني الفرنسي اللي كان بيشتغل مساعد مع هيرفي رينارد. ده بيقترب من نادي الزمالك او اقرب مدير فني انه يتولى الاداره الفنيه لنادي الزمالك مقابل 75,000 دولار. باتريس بوميل المدير الفني الفرنسي بيقترب من قيادة نادي الزمالك مقابل 75,000 دولار في الموسم. ديت مش مفاجأة، لا مش مفاجأة، عشان أنا قلت لك من يومين 3 ان باتريس بوميل المدير الفني الفرنسي بيقترب من قيادة نادي الزمالك خلفا لأيمن الرمادي مقابل 75,000 دولار في الموسم. أخويا وحبيبي باسم، مساء الفل على حضرتك، مساء الجمال يا غالي. أنا بخير طول ما أنت بخير يا حبيبي. أخويا وحبيبي الغالي اضرب اللايك وصلي على حضرة النبي الكريم